هل الكائنات الفضائية بنت الأهرامات؟ السؤال ده بيرجع يتكرر كل شوية، بس الدكتور زاهي حواس طلع وحسم الجدل ده بشكل قاطع، وقال إن كل الكلام المنتشر في كتب ومواقع عن تدخل كائنات فضائية أو قوة خارقة في بناء الأهرامات ملوش أي أساس علمي. قال كمان إن في ناس اخترعت برديات وهمية وادعت إن هي موجودة في الفاتيكان، والحقيقة إن الكلام ده مش موجود من أصله. كمان نفى تماما ان الاهرامات كانت بتولد كهرباء او ان هي مبنيه كلها من الجرانيت، وقال ان الحجر الجيري هو الاساس في البناء ما عدا 5 حجرات فوق فيها جرانيت، وده كان باستخدام مهاره هندسيه عبقريه من المصريين القدماء. حواس كشف ان تقنيات المسح ثلاثي الابعاد لقت اسماء فرق العمال اللي بنوا الاهرامات، وده دليل واضح ان اللي عمل المعجزه دي هم المصريين القدماء بايديهم وعقلهم. وفي الاخر شدد ان اي كلام غير موثوق علميا مجرد خرافات، والحقيقة واضحة ومش محتاجة فضائيين.